أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نشارك بهذا مشروع التخرج باسم أنوسة بنت أخويا. من رحت زيارة لبغداد صادف تخرج بنت أخويا وقالت لي عمة أريد أقدم مشروع للمدرسة وأتباهى بيه وما طول أنتي موجودة يا ريت تساعديني. قلت لها عيوني إلك عمة وعيوني للمدرسة العراقية مالتج، وقمت بتنفيذ المشروع وعلقناه على الحائط مال المدرسة وكلش فرحوا بيه وشكروني شكر خاص برفعة العلم. وثقت لكم الخطوات وأتمنى أن ينال إعجابكم. الفكرة من الرسم على السيراميك كانت لأنه لازم ننفذ المشروع على مواد تتحمل ظروف الجو، لهذا قررنا أن نرسم على السيراميك اللي يتحمل حرارة الشمس ويتحمل برودة الجو أو الأمطار. فالمواد اللي راح نستعملها مواد عراقية 100%. اتصلت ببعض الأصدقاء اللي يعيشون بالعراق وساعدوني بالحصول على مواد الرسم على الزجاج، وعلى رأسهم الأستاذ صباح خوشناو اللي أتقدم له بالشكر الجزيل لمساعدته إلي بتوفير المواد. اليوم راح نسوي جدارية على الحائط باستعمال هذا النوع من أنواع السيراميك. لأني راح أشتغل هذه الجدارية بالعراق راح أستعمل الألوان العراقية. هذه الألوان العراقية تصنيع عراقي في العراق. جبت تشكيلة من الألوان، شوفوا لي هذا اللون ايش قد حلو، لون الشذري. راح نستعمل هذه الألوان اللي مشهورة في بلد الحضارة والتراث والفن، بلدي الأم العراق. للعمل بهذه الألوان كل اللي أحتاجه الثنر والأساس. هذا الأساس هو الثنر والكلير، نسب معينة من الثنر والكلير وتتخمر يوم كامل ويكون هذا الأساس. راح ناخذ شوية من الأساس وناخذ شوية من اللون، وطبعا عندنا السرنجات، وراح تطلع أحلى لوحة إن شاء الله. بالنسبة للأساس وللثنر وللألوان تذكير بسيط، هذا الشيء نستعمله بالعراق. الأساس يكون عبارة عن ثنر وكلير، نمزجهم ونخليهم يختمرون يوم كامل، النتيجة تكون أفضل، ونخلطهم بالألوان وتكون الألوان أحلى ما يكون وثابتة. لضيق الوقت ما راح أقدر أستعمل التحديد العراقي، التصنيع العراقي، راح أستعمل البابيو اللي أنا متعودة عليه. الآن نروح نبدي بالتصميم. شنو راح نصمم هنا؟ حضرنا التصميم، نجيب ورقة الكربون وقلم الرصاص. أنا آسفة إذا كان التصوير مو بالمستوى المطلوب، أريدكم تعذروني، لأن مثل ما ذكرت أنا رايحة خطار البيت أهلي، فما متهيئة، ما عندي مواد، ما عندي الستاند اللي تحمل الكاميرا، ما عندي، يعني ما كنت جاهزة، فمن الموجود استعملت. يعني كنت أشعر بثقل الأمانة إنه أي شيء أنفذه أو أي موقف أتعرض له لازم أوثقه، فبإيد أشتغل وبإيد الثانية أصور، على مود أصور لكم مراحل العمل للمبتدئين أو للي يحتاجون ينفذون مثل هذه المشاريع.
ومثل ما تشوفون بدأ المشروع يبين وبدأ اللون الذهبي يبرز، وراح نتركه بعد ما نخلص التصميم مالتنا راح نتركه ينشف. ما يفوتني أن أذكر أنه درجة الحرارة بالعراق جدا ساعدت على سرعة أو عجلة تنشيف الألوان، لأن أنا عادة هيك موضوع بكندا يحتاج ليوم كامل على مود ينشف، لكن بالعراق خلال ساعة ساعتين نشف، كان جاهز أنه أبدي بالتلوين. بالنسبة لمرحلة التلوين نبدأ بالسرنجة، ناخذ شوية من الأساس اللي هو الكلير والثنر مختمر وجاهز، وأحطه بكاسة أخلط بها. ما توفرت عندي كاسة، عندي بطل بلاستيك استعملته يفي بالغرض. حطيت شوية أساس وراح آخذ شوية من اللون وأخلطه وياه إلى أن يتجانس، أبدي بمرحلة التلوين. بهذه المرحلة على مود أفرش اللون استعملت العيدان الخشبية، وبديت أوزع اللون الأصفر لكل اللوحة. وين أكو مكان مساحة أنا رايدة أسويها أصفر وزعت اللون الأصفر. المواد اللي عندي محدودة جدا، فأنا تصرفت بحدود الممكن. بعد اللون الأصفر استعملت اللون الأزرق، وأيضا راح أملي اللوحة من اللون الأزرق. وين عندي مساحة أحتاج أسويها أزرق راح أستعملها الآن. وبعد الأزرق استعملت الأخضر، وبعد الأخضر الأورنج، وهكذا إلى أن راح تكمل ويانا اللوحة وناخذها باكر للمدرسة. ما شاء الله تبارك الرحمن، تم إنجاز هذا الرسم على السيراميك الجدارية الحلوة، وراح تتعلق بالمدرسة مع الأنوسة إن شاء الله تنال إعجابهم. بعد أكو شوية شغل رتوش بسيطة راح أشتغلها هناك ويا الطالبات، بس يعني هاي الشغل هي السيراميك على قطع السيراميك، يا رب تعجبهم. وصلنا للمدرسة وحاملين الجدارية بإيدينا وصارت عجبة، والتموا الطالبات والهيئة التدريسية وإجت المديرة بنفسها، وكل واحد بدأ يحط في التصميم أو ديزاين أو في التاتش صغيرة. وهي هاي الهدف مالتنا، إنه إحنا كلياتنا شاركنا بهذا العمل ورح نعلقه بالمدرسة مالتنا. شلون اللوحة؟ قولوا حلوة؟ أيوة كلش اللوحة حلوة، كلش حلوة. والله كلش حلوة هاي الشغل. طبعا أحلى شعور شعرت به لما غادرت المدرسة إنه تركت أثر. هو هيك الإنسان يترك أثر صغير بفد مكان، لأني أنا رايحة والدنيا على رحيل وكلنا رح نروح يوم من الأيام، بس نياله اللي يترك أثر جميل بعد أن يروح.